هزيمة قاسية للمنتخبات العربية. السعودية تهزم أمام إسبانيا ب4 أهداف نظيفة، وتونس لم تختلف عن شقيقتها السعودية كثيرا، فهزمت كذلك ودكت شباكها، بل مزقت ب4 أهداف يابانية. والله من يشاهد هاته نهائيات كأس العالم 2026 لولا المنتخب الوطني المغربي 8 منتخبات، وكأنها تتنافس على حجم وثقل الأهداف التي تكون في شباكها. فكل الحظ والتوفيق لمنتخبنا الوطني المغربي إلى أن يلعب مباراة نهائية كأس العالم 2026 ويحصد كأس العالم ويعود به من الولايات المتحدة الأمريكية إلى العاصمة المغربية الشريفة الرباط.